السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كتاكيت بني، عاملين ايه؟ انا سومة، ولو اول مرة بتشوفيني دي قناتي كريز وجليز. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله نفس المقادير اللي بنعملها كل مرة مع بعضينا. خلاص بقى انتوا بقيتوا شطار وحافظين. هنعمل 4 بيضات على نص كوباية سكر على معلقة خل على معلقة محسن صغيرة بس تكون هرمية. ننزلي كل المقادير يا قطة اللي في المعلقة، ما تسيبيش فيها ولا فتفوتة. هنحطها بقى المرة دي في صاج 30 في 40. هنعمل منها تورتة مقاس 20 في 30، وهنشوف مع بعض هنطلعها ازاي 20 في 30. هنحط المقادير على اول سرعة، مش هنضربها مرة واحدة زي ما اتعودنا بقى، واحدة واحدة، وبعد كده نطلع بالسرعات ورا بعض، ما نطلعش بيها مرة واحدة. خلاص احنا بقينا شطار وحافظين. هنعمل بقى المقادير البودر او اللي هي الدقيق. نقول بقى ايه، نعمل ايه؟ كوباية ونص من الدقيق نحطها في قلب الطبق ونضيف عليها معلقة بيكنج باودر ممسوحة. بص انا لما حطيت بالمعلقة اللي هي بتاعت الشاي حطها ممسوحة. التانية اللي انا بحطها المعلقة الزغنطوطة دي بحطها مليانة. وهنحط معلقتين نشا مهرمين ونبدأ ننخلهم عشان يتجانسوا مع بعضهم. من اسهل السبونشات اللي بتطلع بسرعة، متاخدش وقت وبتبقى ناجحه باذن الله تعالى. هو كله ناجح ان شاء الله، بس دي ميزتها ان هي ما بتاخدش وقت، بتطلع معاكي بسرعه. اول ما العجين او الخليط يبدا يرتفع هنحط نص كوبايه الميه اللي انتوا شايفينها جنب العجان دي، وبعد كده نبدا نضيف المواد واحده واحده. انا بقول لكم لما ترتفع بقى، هنستناها لما ترتفع. اول ما ترتفع هنبدا نضيف بقى نص كوبايه الميه. خلاص هي كده ارتفعت اهيت. هنبدا نقلل بقى. انا بوريكم الخليط اهو، بصوا طلع لحد فين اهو. ده بقى اللي انا اقصده بقى. في كل فيديو انا ببقى عايزه افتح كده واوريكم، بس ببقى شغاله وببقى ايه، مستعجله اهو. بص انا كده فتحته اهو عشان اوريكم الخليط ارتفع لحد فين. تخليه بقى ربع ساعه، تخليه 10 دقايق، وقت ما يرتفع للي انتوا شايفينه ده تقوموا ضايفين ايه، نص كوبايه الميه. ياخد لها ضربه كده ولا ضربتين، ونبدا نحط ايه، الدقيق معلقه معلقه اهو. بصوا بيبدا ايه، يرتفع كمان. شويه الميه الصغيرين دول بتبدا تخليها ترتفع. ببدا انا بقى اقلل العجان في السرعات لاقل حاجه، واضيف معلقه واستنى شويه، اضيف معلقه واستنى شويه. تطولوا بالكم في المرحله دي يا جماعه، مش عايزاكوا ايه يعني بسرعه بسرعه بسرعه، ما تستعجلوش. عشان قلت لكم قبل كده ان الخليط بيبدا الدقيق يمسك تحت، بتيجي تحطوه في قلب الصينيه بتلاقي كتل كتل كتل، كانكوا ايه يعني مش ده. انتوا لو بترسموا رسمه وبتبطشوها كده بقلب الفرشه مش هتبقى كده. دي بتبقى متبطشه بطريقه فظيعه، بطش 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 من الدقيق في قلب السبونج، ما بتبقاش حلوه. وتلاقوه هابط، ما بتلاقوهوش مرتفع. وتبداي تحطي له بتاع دوت كريمه او تحطي له السيرب، ما بيشربوش وما بيتجانسش حلو، ما بيبقاش طعمه حلو. فانتوا خدوا بالكم من الموضوع ده يا جماعه. جبنا بقى الصاج اللي هو 30 في 40، وهنبدأ نحط بس كده ايه حاجات بسيطة من الكف عشان بس ايه الورقة تمسك. الورقة دي يا جماعة من اللي هو الورق بتاع الحواوشي اللي هو ايه المستورد رقم 1. ما تجيبوش اللي هو اللي التاني بيبقى غامق كده وبيبقى ريحته وحشة، ده نضيف. جيبوا حاجة نضيفة تشتغلوا بيها. ونبدأ نحطها في اليمين كده وفي الشمال ونزقها كده من الجناب، ونعملها حز كده بحيث ان انت ايه اما تيجي تصبي ما يروحش يمين ولا شمال اهو. بصوا بتنيها ازاي، بعمل لها بس حز. وبعد كده الورقه تبقى واقفه عادي، تشيلوها كده بعد ما بتستوي، تطلعوها كده من الصاج بتطلع. نقلب بقى الخليط من تحت لفوق عشان لو في اي دقيق ولا اي حاجه يبدا ايه يتجانس كله مع بعض. خدوا بالكم برضو الكف ما بيعملش، او بيعمل كل اللي عليه وكل حاجه، بس بيبقوا فيه حبه كده ايه رخمين كده مستخبيين هنا ولا هنا. يقول لك يمكن ايه، يمكن الخليط ما يطلناش. لا هنجيبكم احنا برضو حبايبي بالاسباتيولا، مش مشكله اهو. نبدا ننزله بقى وتفردي. بص بقى عامل ازاي كريمي كده وجميل وناعم. وان شاء الله في مره من المرات هعمل معاكم سبونج يكون مفهوش اي محسن ومفهوش ادوات كمان. ممكن تعملي على ايدك واحده واحده هيطلع ويبقى جميل جدا. عشان في ناس لا عندها عجان ولا عندها مضرب بيض، مفيش غير المضرب اليدوي، بتبقى عايزه تعمل حاجه زي كده لاولادها. مش هنقول حتى مشروع، هنقول مثلا لاولادها، فبتبقى عاجزه قدام اللي احنا بنعمله ده. فان شاء الله تعالى لو ربنا ادانا العمر وكنا من اهل الدنيا هبدا اعمل معاكم سبونشات تكون مش بالعجان ولا بمضرب البيض. نبدا بقى نفرده
واحده واحده لحد ما توصلي لاحسن حاجه. بص هو كده لسه برضو ايه، لا لسه برضو اهو كده بقى. بص انا ايه على هادي خالص، خليته قطعه واحده، ما يبقاش حته عاليه من جنب وحته لا، لازم كله يبقى متساوي. وقبلها بقى تبقوا مولعين الفرن لمده 10 دقايق، يبقى ساخن قبلها، تحطوه لمده 10 دقايق بالظبط، هتلاقوه طلع. في افران ممكن ايه 12 دقيقه 13 دقيقه 14 دقيقه كده يعني، بيخش ممكن في ربع ساعه، بس هو بالنسبه لي انا 10 دقايق او 8 دقايق كمان، لان النار بتبقى عاليه. ولو في مروحه وشغلتوها يبقى احسن برضو، تبقى حاجه كويسه. بصوا على ارتفاع الاسبونج، جميل 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 اهو. بصوا كده هقربه لكم الكاميرا، بصوا ما شاء الله، ملبن ملبن اهو. هنبدا بقى نشيل الورقه بتاعتها، ونجيب بقى كده المازوره ونقيس المقاس، وهنعمله ان شاء الله مقاس 20 في 30. بصوا ممكن المنشار ما يقسمهاش بالنص، اللي هو اللي احنا بننزله على 0 وعلى 1 وعلى 2 والكلام ده كله، او على 8 او على 9. لا احنا ممكن نقطعها بالنص بالترانش ده. بس حاولي تظبطي ايدك بقى، ما تفضلش ايدك رايحه جايه وتطلعي حته مليانه وحته رفيعه وحته، لا هي لازم تبقى ميه واحده. بص انا كده قسمتهم بالنص، هطلع منه 4، هقسم دي نص وهقسم دي نص، هيدوني 4 شرايح بالظبط متساويين وجمال. هوريهولكم بقى بعد ما كده انا قشرتها وقطعتها. معلش بقى دي تلاقيها راحت في المونتاج، في حاجات كده بتروح من الواحد رخمه، على ما يتعلم الواحد هيكون عمل كوارث معاكم، معلش استحملوني. دي مقاس 20 في 30. هنبدأ بقى نحشيها بالكريمة. ممكن بقى تعمليها في كيس كده، وممكن تحطيها بالسباتيولا او بالسكرابر كده تشيلي، وبالمعلقة بأي حاجة، المهم ان انت تشيلي بيها وخلاص. اي حاجة تساعدك على انك تشيلي وتفردي بالكريمة اهو. نبدأ بقى نحط كده الحتت الفاضية دي، مش هنسيب ولا مكان فاضي، ونبدأ نجلسها كده عشان تدينا المستوى والارتفاع كل واحد. ان شاء الله يا جماعة بإذن الله تعالى هنعمل مع بعضينا شوية تورت بإذن الله. انا بصراحة اعوذ بالله من كلمة، انا عايزة اوريكم تورت تكون يعني ما اتعملتش على اليوتيوب، لان احنا في نمط معين احنا ماشيين عليه. بص انا هنا قطعتها، حتى جبت لكم الترانشة وقلت لكم انا سويتها مع بعضيها، يعني شلت الحتت دي كلها. برضو دي ممكن تكون راحت في المونتاج، معلش اعذروني. هتعلم ان شاء الله واحده واحده كده، الواحد هيبدا يعني زي ما هو كده بيبقى، مش هنقول ولا بارع ولا شاطر، هنقول احنا مجتهدين زي ما احنا مجتهدين كده في التورت ان شاء الله، وبنحاول على قد ما نقدر نوصل لاحسن حاجه. واحده واحده برضو مع الوقت الواحد ان شاء الله هيتعلم القصه التكنولوجيا المقرفه دي. والله انا طول عمري ما بحبها، سبحان الله. كل ما بنتقدم في التكنولوجيا كل ما اخلاق الانسان بتبقى سيئه. كنا زمان على اقل حاجه كنا جمال وحلوين، تلاقي الناس كده متماسكه والعيلات كلها متماسكه. دلوقتي التفكك في كل حاجه، جيران واصحاب وقرايب. يلا الحمد لله، مش عايزه اصدعكم بقى. هنبدا بقى نفرد من على الوش كده، حطينا حبه حلوين، تاخدي كده بالسباتيولا او تدلقي كده حبه، او تاخدي حبه على الوش كده تحطيهم وتبداي ايه تجلسي، سواء كده او سواء كده زي ما ايدك تجيبك. انا اوقات بحط كده على الوش حبه كده حلوين، اخدهم كده احطهم على الوش وابدا اشتغل بيهم. واوقات باخد كده لو حته ناقصاني ولا حاجه ومش مكمله، بجيب انا كده من حله العجان كده واشتغل بيها. وتقفلي بصي يا بطه، ما تخليش ولا مكان فاضي ولا حته تبان. حته باينه زقيها كده بالسباتيولا لجوه، اي حاجه، او بالسكرابر، اي حاجه، سباتيولا سكرابر معلقه معاكي خله، اي حاجه زقيها كده بحيث ان هي ما تبانش اهو. بصوا كده خلاص احنا كده في الاواخر. خدوا بالكم يا جماعه من الميل اللي انا قلت لكم عليه قبل كده ده اهو، في خيال في الوحدات من فوق، هتلاقي في نص كده من التورته بتحسين ان هو مايل، هو مش مايل. كل الدنيا هتتظبط دلوقتي، هتعرفوا ان هو بس اهو. بصي جلستها وظبطتها، هو بس الميل موجود فوق. هنقسمها بقى بالنص، نص هنعمله بتاع دوت كراميل. كنت اقول لكم كريم كراميل، انا دايما بقول عليه كريم كراميل مع ان هو مش كريم كراميل، هو كراميل بس مش عارفه لازق معاه ليه. حتى انا قبل كده برضو في فيديو بتاع الخامات قلت لكم عليه كريم كراميل، هو كراميل.
الكراميل ده هنعمل نص الكراميل، وهنعمل النص التاني جناش شوكولاته، عشان كانت هي مطلوبه كده. بصوا بقى يا كتاكيت، هنبدا ننزل بالدربات من على الجنب. على فكره انا هقول لكم على حاجه، احلى حاجه وممكن تبقى بالنسبه لناس تانية تبقى صعبه. اوقات لما تجيلك الصوره مثلا مبعوثه لك على تليفون ولا اي حاجه، وتقولك او يقولك ايا كان العميل يقولك ايه انا عايز الصوره دي، بيوفر عليك وجع الدماغ. طب هعملها ايه؟ احنا واحنا واقفين بنزوق اصلا الواحد مبيبقاش لسه هيعرف، يعني عارف هيعملها ايه، مش هيعرف. يعني انا اعملها كده، طب اعملها كده، انا اوقات وانا واقفه شغاله احطها كده، لا طب احطها كده، لا طب، لحد ما اوصل للشكل اللي يرضيني. وفي اوقات تانية ما بتبقاش يقول لك مثلا اعمليها على ذوقك ولا حاجه، لا بيبقى مثلا جايب لك مثلا صوره خدي اعملي زي دي، بتبقى جميله بقى. اعملي زي الصوره دي خلاص، انت زي كانك بتشفي، جايبين لك رسمه وبيقول لك خدي شفيها، سواء دي او سواء دي. والحمد لله رب العالمين، ربنا بيوفقنا. طالما عندك حب للحاجه هتطلعي احلى ما عندك. كل ما تكوني بتحبي الحاجه هتطلعي احلى ما عندك. لكن لو بتشتغلي مجرد الشغل وبس ومجرد الفلوس وبس، لا مش هتطلعي الحاجه. لازم تكوني انت بتحبيها عشان تطلعيها كويسه، وانت مع الوقت هتعشقيها. هي شغلها جميل ولذيذ جدا يا جماعه، شغل التورت ممتع فوق الوصف. والله العظيم انا بعشق شغل التورت فوق الوصف. بالرغم ان انا اوقات ببقى تعبانه، بس انا لما الاقي نفسي كده رايقه ولا حاجه والواحد يعمل كده تورتايه على المزاج، يا سلام، بيبقى مبسوط بنفسه قوي وهو مطلعها حلوه. بصوا بقى البتاعه الحزينه دي بتاعه اللي هي الشربات. ما انا عندي الشرب، عندي 3 علب منهم الواحده دي انا عامله الفتحه بتاعتها صغيره للشربات عشان مش عايزه ينزل شربات كتير. كانت جايه ايه مقفوله، في بيبقى جاي مفتوح وجاي مقفول، دي كانت جايه مقفوله، فانا فتحتها فتحه صغيره عشان تنزل لي الشربات قليل، عشان مش عايزه املى الكيك قوي. دلوقتي لما جيت احط الشوكولاته فيها بصوا معذباني عشان تنزل، وهاجي اضغط عليها منازله بالعكس. انا كنت جبت الكزرونه ولا الكسرونه ايا كان، ولا حتى كوبايه ولا كيس، ورحت ماشيه عليه كده كانت نزلت لي اكتر. بصوا عماله ادوس عليها ما بتنزلش، رفيعه، رحت ماسكاها بايدي الاتنين وضغطت عليها بكل قوتي. بصوا عشان تنزل. انا بصي مش بطلت، انا حرمت ان انا احط فيها تاني. قلت والله ما احط فيها ابدا، هي خلاص للسيرب وحلوه قوي، شكرا وكفى الله المؤمنين شر القتال. دي صعبه فوق الوصف. هنبدا بقى نفردها كده بالسكرابر يمين وشمال لحد ما كل ده يختفي. ما تخليش فيها حته باينه وما تبقاش معوجه، يعني تحسيها ان هي تبقى ملساء كلها كده حته واحده. ممكن تسيبوها على كده خلاص، هي كده لذيذه وحلوه قوي. انا حبيت احزمها من هنا ومن هنا. بصوا بس تديها شكل جميل. يعني انتوا ممكن بعد ما تعملوها خلاص انتوا تسيبوها، تبداوا بقى ايه، تحطوا الحاجات اللي هتحطوها فوق التورته من على الوش دي براحتكم بقى، مالديزر، تحطوا شوكولاتات، تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها، بسكوتات، مفيش مشكله. بص ديت انا عملتها طلعت ايه مايله كده، كانت اخر الكيس فضي، فانا ايه قلت اعمل اخر حته وخلاص، راحت طالعه كده مش مظبوطه. لا تشيلوها، الحاجه اللي ما تعجبكوش شيلوها، ما تعملوش حاجه مش عاجباكم في اي حاجه في الدنيا. يعني الواحد اوقات في الدنيا بيجبر على انه يعمل حاجات كتير عشان يمشي اموره، بس لا انا بقى واقفه في المطبخ، مش هعمل حاجه انا مجبره عليها، انا اعمل الحاجه على مزاجي. ده مطبخي ودي حياتي، انا اشتغل فيها بقى براحتي زي ما انا عايزه. هنبدا بقى نقفل الناحيه التانية. بص انا حطيت حبه شوكولاته صغنطتين خالص في قلب الكيس الحلواني، وبدات احزمها من فوق كده، ما خليتلهاش مكان فاضي خالص. بصوا حته كده مش متساويه بدات اسويها. على فكره يا جماعه الصاج ده نقدر نطلع منه كذا حاجه. تطلعوا منه تورت مقاس 18، تطلعوا 20 في 20، تطلعوا 20 في 30. بس هي 20 في 30 لما تيجوا تطلعوها القطعه مش هتبقى سميكه قوي، هتبقى بسيطه جدا، يعني برضو معقوله، مش هتطلع وحشه. بس ما انتوا بقى عارفين ميزانيات الناس، والواحد بيبقى عايز يراضي الكل، ربنا يراضينا دنيا واخره. عايزها كبيره بس عايزها بسعر كذا، طب ماشي، ما انت عايزها كبيره ما هي بسعرها، لا انا عايزها كذا، فبتضطر ان انت بقى ايه تعملي حاوي عشان تراضي الناس كلها. وبرضو لما تفرحي الناس ربنا هيدخل على قلبك الفرحه برضو. يعني انا اوقات والله العظيم بتبقى في حاجات انا بعملها كتير 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 ما فيهاش مكسب جامد اي كلام، بس لما تشوفي الفرحه في عينين الناس دي واما يدعوا لك ياه بتبقي مبسوطه جدا جدا جدا. بتبصي تلاقي ربنا برضو بعتلك، يعني في اي وقت تبقي في زنقه ولا في اي حاجه تبصي تلاقي اللي يجي يفرحك.
فزي ما هتفرحي الناس زي ربنا ما هيفرحك، هتراضي الناس هتلاقي ربنا يراضيكي برضو. فبقدر المستطاع يا جماعه احنا مش عايزين نشك عليهم، لان هم يعني برضو ايه، يعني من حالك اعذر اخوك، احنا برضو بنمر برضو باوقات بتبقى يعني صعبه شويه. نفتكر بقى ايه المواقف دي، تبص تلاقي ربنا ايه يخرجك من المواقف الصعبه اللي انت بتبقي فيها. زي ما يقولك ايه، ربنا بيقول من يتقي الله يجعل له مخرجا. احنا ممكن ربنا يكرمنا من اوسع ابوابه، بس احنا برضو نراضي الناس عشان ربنا يراضينا. فانا حاولت بقى بقدر المستطاع ان انا اعمل فيها حاوي. المقادير هي زي ما انتم ما شايفين، وطلعت منها 20 في 30، وطلعت معقوله وجميله وعاليه برضو مش واطيه. يعني انت المحلات ما فيش حد بيبيع الارتفاعات دي، اغلبيه ده انا ما شفتش محل ولو لصدفه ولا مره، محل كبير فخم او محل صغير ما حدش بيعمل المقاسات دي، الكل بيعمل المقاسات الصغيره. فعشان كده تلاقي الناس بتتجه لينا، لان احنا بنعمل الحاجات ديت وكمان حاجاتنا انضف. ومش معنى كده ان المحلات مش نظيفه يعني، لا، في محلات طبعا بسم الله ما شاء الله، انا اعرف محلات يعني ممتازه في النظافه وفي الحاجه، بس احنا برضو على قد كده. زي ما تقولي بقى ايه، كاننا بنعمل لعيالنا مش بنعمل لزباين، لا احنا بنعمل لعيالنا. اهو بصي هتبداي تحطي بقى الكور الشوكولاته اللي هي الفضيه دي، الذهبيه يا ربي، بتحطيها كده مع الكراميل. كنت برضه هقول الكريم كراميل، الكراميل انا عايزه اقعد احفظ، كراميل مش كريم، كراميل، الكراميل. بوزعها كده. نحط الناحيه التانية بقى، هنجيب بقى شوكولاتات تكون لونها بني بنفس اللون بتاع الشوكولاته اهو. تبدأي بقى تحطي كده ايه على ذوقك بقى، تزويق التورت ده على ذوقك. بس انا لما بتبقى طالعه لحد يعني متوسط في المعيشه، وبيبقى عايز حاجه مثلا عيد ميلاد بنته مثلا، حاجه زي كده، لازم تكوني انت عامله له عليها مهرجان من فوق، لان هم بيحبوا الحاجات دي قوي، بيحس ان هي مليانه ومتكلفه. اهو بصوا هحط بقى ايه اهو، ده بقى ما يتحطش الا وهي طالعه يا جماعه. ليه بقى؟ لان هي بتيجي لو انت مثلا هتحطيها مثلا ايه من بالليل وتطلعيها الصبح، بيبوش البسكوت ده، بيبوش يعني. لا، طالما هي طالعه بعد نص ساعه ولا ساعه ماشي خلاص حطيها مفيش مشكله. انا بس حبيت اعرفك عشان ايه ما تقعيش في الغلطه دي. او هتعمليها لعيالك وعاملاها من بالليل، ما تحطهاش، تحطيها الصبح وانت مثلا، او مثلا انت هتاكلوها المغربيه، هتاكلوها العشاء، لا ما تحطهاش الوقت ده بقى، تحطيها وانت يا دوبك على التقديم. لو انت عايزه تحطيها يعني تحطيها وانت خلاص هتقطعيها، تقومي جايبه الاتنين دول تقومي حطاهم كده، لان لما بتحطيهم من بالليل وتيجي تاكليها تبقى ميه. اهو انا هبدا بقى انقي اللون اللي هو ايه، بصوا اهو وريتهولكوا اهو، نفس اللون برضو بتاع كور الشوكولاته اللي انتوا شايفينها الذهبي دي، بس الصغير منها بقى. فانا حطيت الكبير وحطيت الصغير، والناحيه التانية نفس القصه، هعمل برضو نفس القصه. هجيب برضو المالديزر الصغير او كور الشوكولاته الصغيره ديت، برضو هحطها الناحيه التانية. اهو بصوا بتدي برضو منظر جميل الصغير مع الكبير. اهو دي بقى من الحلويات اللي انا قلت لكم عليها، الواحد بيجيبها تشكيله، ما تجيبيش لون واحد بس، لان انت بتشتغلي مثلا في كذا لون، لا ما تقيديش نفسك بلون. تروحي عند الحاجات اللي بتجيبيها وانت بتجيبي الحلواني، تقولوا له انا عايزه تشكيله. التشكيله دي هو بيبقى عنده كل لون لوحده، لا انت خدي من كل حبه. هو بقى ايه، طبعا في علب هو معبيها جاهزه وعنده الحاجات دي، فبياخد لك من الحاجات اللي عنده بس مش هيفتح من العلب، هو بيبقى عنده في على ما اظن في اكياس كبيره كده او شويله، من اللي هي بتبقى عامله زي الورق كده، زي بتاعه الكريمه بالظبط، بتبقى صغنطوطه كده 10 كيلو ولا 5 كيلو ولا حاجه زي كده. بياخد بقى يزن من هنا حبه ومن هنا حبه ومن هنا حبه بالويم كده زي ما بيقولوا، ويحطهم لك في قلب العلبه دي، ويوزن لك بقى، شوف هتاخدي ربع، هتاخدي تمن، هتاخدي شوف اللي انت عايزاه. اهو بصوا الالوان كلها متواجده، بحيث اي تورته تعمليها عايزه تطلعي اللون اللي يمشي مع الحاجه دي، تنقي وتاخدي كده زي ما انت شايفاني بنقي كده، وتحطي كده عشان يبقى ايه ماشي مع اللون. زي الواحد ما بيجي يطقم كده هو خارج بيمشي اللون مع اللون، انتوا هنا نفس القصه، طقموا الحاجه كده تخرج كده مع لونها. انا كنت هحاول احط له حاجه تاني، لقيت شكلها مش هيبقى حلو، يعني قلت احط لها كده حاجات تاني كده، شوكولاتات وحاجات زي كده، قلت خلاص بقى عشان شكلها يبقى حلو. نرجع بقى كل حاجه مكانها ونروق الدنيا. هجيب بس ايه بنفس الصوصات اللي انا عملتها، همشي بيها
اهي البتاع الحزينة دي اهي، والله حزينة، همشي عليها من فوق كده. والتانية نفس القصة. اللي وصلت معايا لحد هنا يا لوزة ما تنساش اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس يا كتاكيتو، اوعوا تنسوا تفعيل الجرس، وشيروا يا حبايب قلبي على قد ما تقدروا. اصحابكم بقى حبايبكم، قول لهم في واحدة مجنونة ترط، عاملة ترط كده وبتعشق الترط، خشوا كده وشوفوها. اهو بصوا بقى الجنب بقى التاني نفس القصة. هنعمل ان شاء الله مع بعض حاجات كتير مختلفة عن اللي بتشوفوها في اليوتيوب بإذن الله تعالى لو كان لنا عمر. بس انا بعمل حاجات معينة لازم تكون اللي هي الايه، حاجات السوقي دي، الحاجات السوقي اللي بتبقى شغالة وبتشوفوها على اليوتيوب كتير. هنعمل بقى حاجات بعد كده يعني نادرا ما تشوفوها على اليوتيوب. شايفين يا حبايبي؟ اوعي تنسي يا لوزة، اوعي تنسي يا لوزة. واترككم في رعاية الله وامانته، والسلام عليكم.